اللهم يا باسط الكفين بالهتية يا من إذا رفعت إليه أكف الأبد كفاه يا من تنسى في ذاته وصفاته الأهدية أن أكون له فيها نسائره وأسباه يا من تفرد بالبقاء والخدم والأسل يا من لا يرجى خيره ولا يحول هدسفاه يا من استنى لنا إلى قدرته الخيومية وأرصد بفضله من استرصده واستهداه نسألك اللهم بأنوار قدسية التي أساهت من ظلمات سكن الدجى ونتوسل إليك بصرف الساعة المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأوله بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة الأمانة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبعملة سرياته أولي المناقب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال والإخلاص النية وتوجه لكل منا من الحاضرين مطلبه منا وتقلصنا من أثر الشهوات والأدواء القلبية وتؤخر لنا من الآمال ما بك سننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهوى وتستر لكل منا حسره وأجسه وهي وتسهل لنا من سائله الأعمال ما حسسره وتبني لنا من أسل بيقين قطوفا دانية جنية وتمو عنا كل سنب جنينا وتهم جمعنا آسى من قصائد من هيك سنية برحمة ومغفرة وتديم أمن سواك قنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومسيا ولكل راجل ما أمله ورجاه وقد سألناك راجين موائب الدنيا فأخذ لنا ما منك رجونا اللهم أمن الروحات وأسلي الروحات والرهية وأسم الأجر لمن جعل آس الخير في آسي يوم وأجره اللهم اجعل آس البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رقية وأسقنا خيسا يهم إن ثيابه أسرسه ورباه واغفر لنا سيئات البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرسن نسبته منتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمن واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعسه وأسره ولكاتبها وخارئها ومن أساق سمه إليه واسقاه اللهم صل وسلم على أول قابل تجري من الأقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نصره والله ما صنفت الأسان من وصفه درر بأقرار جوهرية وتعالت صدور المحافل المنيف بحقود أولى وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا وآله وسلم علينا بركات اسمك الهادي اهدي جميعنا صراط المستقيم وبسيء كنا بلا سقيم لك ختابي يا خريم يا مجيب يا من به لا سمني خير هجيب أبلي وللسين قد تهله بي أذن بي لخير له إياك نعبد ونستهين فإنك المعبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينهله كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا أذن به يخبتنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا خنا به يخبتنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا ردا به يخبتنا من قبلنا طويل لنا أمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشدا والتوفيق يا له واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة ثيابي يا سمي واغفر لكل شيء تعلق بها وحقا سعادتي يا ربي والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم